بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهاردة عندنا الحصة التانية من الهندسة. طبعا الحصة الأولى خدنا تعريفات مهمة، خدنا فيها تعريف القطعة المستقيمة، وتعريف الشعاع، وتعريف الخط المستقيم، وتعريف الزاوية، وقياس الزاوية. وخدنا أنواع الزوايا، وكان كام نوع؟ كانوا 6 أنواع مهمين، كان فيهم 2 جداد، وقبل كده واخدين 4 قبل كده في ابتدائي. طب كان النوع الأول اسمها إيه؟ زاوية صفرية. والزاوية التانية كانت اسمها الزاوية الحادة. وبعد كده الزاوية القائمة. وبعد كده الزاوية المنفرجة. وبعد كده الزاوية المستقيمة. وآخر حاجة كانت الزاوية مين؟ الزاوية المنعكسة. النهاردة إن شاء الله عندنا الدرس التاني، بعض العلاقات بين الزوايا. طبعا يا شباب الدرس بتاعنا منقسم على جزئين، الجزء الأول شرح إن شاء الله، والجزء الأخير هيبقى فيه أسئلة على اللي احنا خدناه فين في الدرس إن شاء الله. عندنا أول حاجة الزاويتان المتجاورتان. يقال للزاويتين أنهما متجاورتين إذا اشتركتا فين؟ اشتركتا في رأس وضلع، وكان الضلعان الآخران في جهتين مختلفتين من الضلع المشترك. يعني ايه الكلام ده يا مستر؟ طيب المثال دوت هيوضح لك يعني ايه اللي فات، او هشرح لك فيه اللي فات دوت. اللي فات دوت كده بيجي على طول في الامتحان بصورة ايه؟ صورة اكمل. تمام. الزاوية الاولى عندك هنا اسمها الف ب د، دي كده زاوية اسمها الف ب ايه؟ د. والزاوية التانية اسمها د ب ج، اسمها د ب ج. طيب امتى يقال على الزاويتين دولت إن هما زاويتين متجاورتين؟ قال للزاويتين أنهما متجاورتين إذا اشتركتا في رأس وإيه؟ وضلع. يعني أول حاجة الاتنين اشتركوا في رأس، اللي هو مين؟ الرأس بتاعنا اللي اسمه ب. انطق معاه كده زاوية تاني، ألف ب د، والتانية اسمها إيه؟ جيم ب د. يبقى الرأس بتاعتنا هنا مشتركة فين؟ في الاتنين. طيب واشتركوا فين تاني؟ اشتركوا في ضلع. اقرأ معايا الزاوية وانت تعرف الضلع المشترك. هنا بقول لك إيه؟ بيقول لك ألف ب د وجيم ب د. يبقى اذا الضلع المشترك اللي اسمه ايه؟ اللي اسمه ب د. طب والشرط الثالث ان يكون الضلعان الاخران اللي هو مثلا ب الف وب ج في جهتين مختلفتين منين؟ من الضلع المشترك اللي اسمه مين؟ اللي اسمه ب د. يبقى خد بالك كده معايا، يقال للزاويتين انهما متجاورتين اذا اشتركتا فين؟ في رأس وضلع، وكان الضلعان الاخران في جهتين مختلفتين منين؟ من الضلع المشترك. طبعا كده احنا عرفنا يعني ايه زاويتين متجاورتين. طيب الزاويتين المتجاورتين ممكن يكونوا زاويتين متتامتان، يا اما زاويتين متكاملتان. يعني ايه الكلام دوت؟ يقال للزاويتان ان هما متتامتان لما يكون مجموع قياسهما بيساوي كام درجة؟ 90 درجة. يعني ايه؟ يعني عندي زاوية اسمها مثلا، الزاوية دي مثلا اسمها ألف، مثلا الزاوية دي 50 درجة، والزاوية التانية كام؟ 40 درجة. لو جمعتهم الاتنين يديني كام؟ يدوني 90. طالما دي جمعتها على دي ادتني 90، يبقى دي بتتم دي. يعني ايه زاويتين متتمتين؟ يعني الزاويتين لو جمعتهم على بعض هيساووا كام درجة؟ 90 درجة. يبقى يقال للزاويتان أنهما متتمتان إذا كان مجموع قياسهما كام درجة؟ 90 درجة. عندنا نوع تاني اسمه الزاويتان المتكاملتان. يعني ايه زاويتان متكاملتان؟ برضه هما زاويتان مجموع قياسهما كام بقى؟ 180 درجة. احفظ دي كويس عشان الحاجات دي اساسيات الهندسة معاك لغاية تالتة اعدادي ان شاء الله. يبقى امتى يقال على الزاويتان ان هما متتامتان؟ لما يساووا كام درجة؟ 90 درجة. وامتى يقال على الزاويتان انهما متكاملتان؟ لما يساووا كام؟ 180 درجة. تمام. طيب عندنا الزاويتان المتتامتان يكون ضلعيهما المتطرفان كام؟ بص معايا في الزاوية اللي قدامك دي كده، دي اسمها زاويتين ايه؟ زاويتين متجاورتين، والاتنين عاملين زاوية ايه؟ زاوية قائمة. طالما الاتنين عاملين زاوية قائمة، لو جمعت دي زائد دي يبقى زاويتين ايه؟ زاويتين متتامتين. خد بالك كده ان الضلع الاولاني والضلع التاني الاتنين كده عاملين ايه؟ ده عمودي على ايه؟ على ده. يبقى اذا الزاويتان المتتامتان يكون ضلعيهما المتطرفان مالهم؟ متعامدان. مالهم؟ متعامدان. خد بالك الحاجات دي بتيجي في الأسئلة، ركز فيها كويس جدا. يبقى الزاويتان المتتامتان يكون ضلعيهما المتطرفان مالهم؟ متعامدان. يعني ايه متطرفان؟ يعني دوت الضلع اللي على الطرف،
وده الضلع اللي على الطرف الآخر. يبقى الضلعين المتطرفين بتوعهم مش الضلع المشترك، بنتكلم على الضلعين مين؟ المتطرفين يكون مالهم؟ يكونان متعامدان. طيب متممات الزاوية الواحدة تكون متساوية فين؟ متساوية فين؟ في القياس. يعني ايه الكلام دوت؟ لو انا عندي هنا زاوية مقدارها كام؟ 40 درجة، الزاوية دي مقدارها كام؟ 40 درجة. وفي زاوية تانية برضو بيقول لك الزاوية دي بتتمها مجموعها كام؟ 50 درجة. دي اسمها ألف ودي اسمها ب والزاوية دي اسمها جيم. هو بيديك معلومة بيقول لك إن الزاوية ألف والزاوية ب زاويتين مالهم مجموعهم بيساوي 90، يعني زاويتين مالهم متتمتين. وقال لك برضو معلومة تانية، الزاوية ج بتتم الزاوية م ب، يعني اجمعهم على بعض هيساوي كام؟ هيساوي برضو 90 درجة. طيب طالما الزاوية أ بتتم الزاوية ب والزاوية ج بتتم الزاوية ب، إذا الزاوية أ بتساوي الزاوية مين؟ بتساوي الزاوية ج. الزاوية الحادة تتممها زاوية إيه؟ طبعا دي زاوية إيه حادة صح؟ ودي زاوية إيه حادة. يبقى الزاوية الحادة تتممها زاوية إيه برضو؟ زاوية حادة. مثلا لو الزاوية دي معاك 20 والزاوية دي 70، لو جمعتهم هيساووا كام؟ يساوي 90 درجة. طب لو كانت الزاوية دي 50 درجة مثلا والزاوية دي 40 درجة، برضو هيساووا مجموعهم كام؟ هيساووا 90 درجة. خد بالك ان الزاوية 40 دي زاوية حادة و50 برضو زاوية حادة، وبرضو ال20 زاوية حادة وال70 زاوية ايه؟ حادة. يبقى الزاوية الحادة تتممها زاوية ايه؟ زاوية حادة. طب الزاوية القائمة، لو الزاوية عندي قائمة دي كلها قائمة، علشان اجمع عليها زاوية تانية الاتنين مجموعهم يساوي 90، يبقى لازم الزاوية التانية تكون مقدارها قد ايه؟ طبعا صفر، يبقى تكون زاوية ايه؟ زاوية صفرية. يبقى خد بالك كده، الزاوية القائمة تتممها زاوية ايه؟ صفرية. والزاوية الصفرية برضو عكسها تتممها زاوية برضو ايه؟ زاوية قائمة. كل الحاجات دي كلها بتيجي في الأسئلة. تمام؟ طيب لو جالك هنا بقى قال لك لحساب الزاوية المتممة نطرح كام؟ 90 درجة. يبقى أول ما يقول لك زاوية متممة أو زاوية تامة يبقى تعمل إيه؟ تطرح على طول منها 90 عشان تجيب الزاوية التانية. طب ناخده مثال. بيقول لك هنا الزاوية التي قياسها 30 تتممها زاوية قياسها كام؟ أول ما يقول لك تتممها زاوية كام يبقى أقول له كده 90 أطرح منها 30 هيساوي كام؟ هيساوي زاوية مقدارها 60 درجة. يبقى لما يديك زاوية وعايز الزاوية اللي بتتمها هنقوله 90 نطرح منها الزاوية هتديك الزاوية مين؟ الزاوية المتممة لها. كده احنا اتكلمنا عن الزاويتين المتتمتين ايه؟ باستفاضة. هنتكلم دلوقتي على الزاويتين المتكاملتين، ودول خد بالك كده حاجات مهمين جدا. بيقولك الزاويتان المتجاورتان الحادثتان من تقاطع مستقيم وشعاع نقطة بدايته تقع على هذا المستقيم تكونان ايه؟ هشرح لك باستفاضة. خد بالك كده معايا. الزاوية اللي اسمها أ ج ب دي نوعها ايه؟ من 6 أنواع الزوايا اللي خدناهم الحصة اللي فاتت، دي اسمها زاوية مستقيمة. تمام. طيب طالما زاوية مستقيمة، الزاوية دي معاك بتساوي كام درجة؟ بتساوي 140 درجة. احنا قلنا الزاويتين المتكاملتين مجموعهم كام؟ مجموعهم 180 درجة، يعني بيساوي زاوية مستقيمة. طب دي 140 عشان تكملها زاوية كام؟ طبعا هتقول لي 140 احط عليها كام عشان تديني 180؟ جميل. او هتحط عليها كام؟ 40 درجة. تمام. بقول لك الزاويتان المتجاورتان الحادثتان من تقاطع مستقيم، انا عندي مستقيم وعندي ايه؟ نقطة بدايتها تقع على هذا المستقيم تكون ايه؟ طبعا ده شعاع طالع منين؟ من المستقيم. تمام كده. اول ما تلاقي مستقيم والمستقيم دوت فيه نقطة طالع منها شعاع، اعرف ان الزاويتين دوت مالهم؟ زاويتين مالهم؟ متكاملتان. يبقى الزاويتان المتجاورتان الحادثتان من تقاطع مستقيم وشعاع نقطة بدايته تقع على هذا المستقيم تكون ايه؟ تكونان متكاملتان. بعد كده بقول لك الزاويتان المتجاورتان المتكاملتان يكون ضلعيهما المتطرفان اللي هم على الأطراف على إيه؟ لاحظ معايا إن الضلع دوت كده على نفس استقامة الضلع التاني، يبقى يكون إيه؟ يكونان على استقامة واحدة. على استقامة واحدة. الحاجات دي بتيجي في الامتحان كتير قوي، خد بالك في سورة أكمل. طيب بعد كده بيقول لك كده الزاوية الحادة تكملها زاوية إيه؟ طبعا دي زاوية حادة 40، والزاوية التانية نوعها إيه؟ 140، يعني زاوية إيه؟ يعني زاوية منفرجة. يبقى الزاوية الحادة تكملها زاوية منفرجة. وممكن يجيبها لك العكس، يقول لك الزاوية المنفرجة تكملها زاوية ايه؟ هتقول له زاوية حادة. بيقول لك الزاوية القائمة تكملها زاوية ايه؟ بص معايا كده، انا عندي هنا زاوية هنا ايه؟ زاوية مستقيمة. وفي هنا عندي في النص
ضلع مشترك عامل لي زاوية هنا إيه؟ نوعها إيه؟ زاوية قائمة، إن دي كده زاوية قائمة، وخد بالك هتبقى دي زاوية برضو إيه؟ زاوية قائمة. يبقى 90 زائد 90 هيساوي كام؟ 90 زائد 90 هيساوي كام؟ 180. يبقى مديني زاوية برضو إيه؟ زاوية مستقيمة. يبقى الزاوية القائمة تكملها زاوية إيه؟ هتقول لي برضو زاوية قائمة. بعد كده بقول لك الزاوية المستقيمة. طب لو كانت الزاوية مستقيمة عشان أكملها هتبقى زاوية إيه تانية؟ هتبقى زاوية صفرية. خد بالك لو قال لك زاوية قائمة يعني زاوية كام؟ يعني زاوية 90. علشان أكملها 180 أحط على زاوية برضو كام؟ زاوية 90 تبقى زاوية قائمة. طب لو عندي زاوية حادة مثلا 30 عشان أكملها 180، 30 يبقى ما أحط عليها 150 تبقى 180. طب ال 150 دي نوعها إيه؟ هتقول لي زاوية منفرجة. يبقى الزاوية الحادة تكملها زاوية منفرجة، والزاوية القائمة تكملها زاوية قائمة، والزاوية المستقيمة تكملها زاوية صفرية. ولو قال لك زاوية صفرية تكملها زاوية إيه؟ هتقول له برضو زاوية مستقيمة. اول ما يقول لك عايز حساب الزاويه المكمله نطرح على طول كام؟ 180 درجه. ناخده مثال، بيقول لك اذا كان قياس زاويه ا بيساوي 35 درجه فان قياس مكملتها ايه؟ هنقول له طبعا 180 نطرح على طول منها كام؟ نطرح منها 35 هتساوي كام؟ هتساوي لو عملتها بالاله هتساوي معاك 145 درجه. طبعا 35 دي زاويه ايه؟ زاويه حد. كملها زاويه ايه؟ هتكملها زاويه منفرجه اللي هي كام؟ 145. طبعا اسئله الدرس بتيجي في ايه؟ في كذا شكل. اول حاجه عندك سؤال الاول بيقول لك اكتب قياس الزاويه التي تتمم كل من الزوايا التي قياستها كالتالي. عندك اول زاويه كام؟ 60 درجه. طبعا اول ما يقول لك كلمه تتمم يبقى نعمل ايه؟ هنطرح على طول من كام؟ من 90. يبقى نقول 90 شيل منهم 60 هيتفضل لك كام؟ 30 درجه. تمام. طيب بعد كده بيقول لك ايه؟ بيقول لك 45 عايز برضو ايه؟ الزاويه التي تتمها. برضو هنعمل ايه؟ هنقوله برضو 90 اطرح منها 45. لو معاك هنا هتساوي كام؟ هتساوي 45 درجة. طب لو عندك هنا 22 ونص برضو هنعمل نفس الطريقة. هنقول 90 ناقص 22 ونص هيساوي معاك 67 ونص درجة. بعد كده بيقول لك عندك هنا زاوية مقدارها 25 درجة و60 دقيقة. احنا اتفقنا المرة اللي فاتت أول ما الاقي 60 دقيقة قلنا ال60 هتدي لمين؟ هتدي ل25 واحد، يعني دي مقدارها كام؟ مقدارها 26. يبقى هقول كده 90 شيل منها 26 هيتبقى لك 64 درجة. السؤال اللي بعد كده بيقول لك اكتب مكملات الزوايا الآتية. طبعا أول ما أقول لك كلمة مكملات قلنا هنطرح من كام؟ هنطرح من 180. يبقى أقول له كده 180 شيل منهم 10 هيتفضل لك كام؟ 170 درجة. طب بيقول لك برضو عايز برضو إيه؟ مكملة زاوية 90. يبقى هنقول له برضو 180 شيل منها 90 هيساوي معاك كام؟ 90 درجة. بعد كده بيقول لك الزاوية عايز مكملة الزاوية صفر. طبعا احنا قلنا اول ما يقول لك برضو مكمله يبقى نقوله برضو ايه؟ احنا عرفنا الطريقه 180 شيل منها صفر هيتفضل كام؟ 180 درجه. طب هو بيقول لك عايز الزاويه بتاعت مكمله الزاويه 180 يبقى نقوله 180 ناقص 180 هيساوي كام؟ هيساوي صفر. طب عايز الزاويه مكمله الزاويه 141 يبقى برضو هنقوله ال 180 شيل منها 141 هيتفضل لك كام؟ 39 درجة. طب عايز برضو مكملة الزاوية 117 يبقى برضو هنقوله 180 شيل منها 117 هيتفضل لك 63 درجة. هنخش على الجزئية التانية برضو في المسائل. النوع التاني من المسائل بيقول لك من الأشكال الآتية إذا كان ب ألف اللي هو خد بالك اقرا اللي فوق الأول شعاع اللي اسمه ب ألف عمودي على الشعاع اللي اسمه ب ج فأكمل ما يأتي. هو بيقول لك كده الشعاع اللي اسمه إيه؟ اللي اسمه ب ألف عمودي على مين؟ على ب ج. طبعا أول ما يقول لك عمودي يبقى طبعا دوت زاوية إيه؟ زاوية قائمة. طبعا دي كلها برضو زوايا إيه؟ زوايا قائمة. تمام؟ طيب هنا زاوية قائمة يعني زاوية إيه؟ يعني زاويتين متتمتين مجموعهم 90 درجة. طيب الزاوية الأولى مقدارها 65 درجة. هو عايز قياس زاوية مين؟ قياس زاوية أ ب د. طيب طبعا دي طالما بتساوي 90 يبقى بيتمها. يبقى هنقوله كده 90 شيل منهم 65 درجة هيتفضل لك كام؟ 25 درجة. بعد كده بيقول لك إن الزاوية دي بتساوي الزاوية دي بتساوي الزاوية دي ومجموعهم كلهم 90. يبقى هعمل ايه عشان اجيب الزاوية اللي اسمها د ب ج؟
د ب ج. خد بالك هو عايز ايه؟ د ب ج، يعني عايز الزاويه دي كلها، يعني هما زاويتين هجمع دول مع بعض. اول حاجه هجيب الزاويه الواحده. طب هما كلهم بيساووا كام مجموعهم؟ بيساوي 90. يبقى اقول 90 على التلاتة. 90 على 3 فيها كام؟ 90 على 3 فيها 30، يعني كل زاويه من دولت بيساوي كام؟ 30 درجه، يعني دي 30 درجه ودي 30 ودي 30، مجموعهم 90. طب هو عايز مين هنا؟ عايز د ب ج. د ب ج، يبقى اقول 30 زائد 30 هيساوي كام؟ هيساوي 60 درجه. تالت واحده برضو دي زاويه ايه؟ برضو زاويه قائمه. طيب بيقول لك ان الزاويه دي بتساوي الزاويه دي. هو عايز مين هنا؟ عايز قياس زاويه ا ب واو. ا ب واو، عاوز الزاويه دي بس. يبقى اول حاجه هعمل ايه؟ هقول له كده ال 90 هطرح منه الزاويه المعلومه اللي هو كام؟ اللي هو 39، عشان اجيب الزاويتين التانيين، ما هو الاتنين قد بعض. يبقى 90 شيل منهم 39 هيساووا معاك 51 درجه. يبقوا الاتنين دول مجموعهم كام؟ مجموعهم 51. طب انا عايز واحده بس، يبقى اقول 51 على الاتنين فيهم كام؟ فيهم 25 ونص درجه. يبقى كل واحده فيها كام؟ يبقى دي بتساوي 25 ونص ودي بتساوي 25 ونص. لو جمعت 25 ونص و25 ونص هيبقوا كام؟ هيبقوا كام؟ هيبقوا 51 زائد 39 هيساووا كام؟ هيساووا 90 درجة. طبعا النوع من المسائل دوت مهم جدا وبيجي كتير في الامتحان. الجزء اللي بعد كده بيقول لك اختار إذا كان قياس زاوية أ زائد قياس زاوية ب بيساوي 180 درجة. طالما قال لك إن الزاوية دي زائد دي بيساوي 180، يبقى دوت نوعهم إيه؟ متكاملتان. متكاملتان، تمام، يعني مجموعهم 180. فإن قياس زاوية أ وقياس زاوية ب مالهم؟ متساويتان في القياس، ولا متكاملتان، ولا متتمتان، ولا متجاورتان؟ طبعا احنا قلنا ايه؟ لما يكون مجموعهم 180 يبقى زاويتين ايه؟ متكاملتان. بيقول لك الزاوية التي قياسها س تتمم الزاوية التي قياسها كام؟ طبعا أول ما أقول لك كلمة تمم يبقى أقول له كده 90 هطرح منها مين؟ الزاوية اللي مديها لك اسمها هنا إيه؟ اسمها س. يبقى 90 ناقص س فين هنا؟ تاني اختيار اللي هو مين؟ اختيار رقم ب. السؤال اللي بعد كده دوت سؤال مهم جدا نركز معاه فيه. بيقول لك إذا كانت زاوية أ تتمم زاوية ب، يعني مجموعهم بيساوي كام؟ 90 درجة، تمام؟ وكان قياس زاوية أ بتساوي 3 على 7 قياس زاوية ب. قياس زاوية أ بتساوي 3 على 7 قياس زاوية مين؟ زاوية ب. فإن قياس زاوية ب بتساوي كام درجة؟ طبعا السؤال زي دوت كده دوت بيتكلم على نسبة. فاكرين النسبة السنة اللي فاتت خدناها إيه؟ كان عندي الحد الأول والحد التاني. طبعا بيقول لك هنا أ 3 وب كام؟ وب 7. لو أنا قلت له كده أ إلى ب إلى مين؟ إلى المجموع. طب أ بكام؟ أ ب3 وب بكام؟ وب ب7. مجموعهم كام؟ مجموعهم 10. وطبعا هما بيتموا بعض يبقى مجموعهم كام؟ 90 درجة. تمام كده. هو عايز قياس زاوية مين بقى؟ زاوية ب. يبقى أقول له كده 7 في 90 على كام؟ على 10. يبقى عشان نجيب زاوية ب هنقوله 7 في 90 على الكام؟ على ال10. الصفر راح مع الصفر هيبقى ايه؟ اتفضل لي 7 في 9 بكام؟ ب63 درجة. أنه اختيار؟ طبعا الاختيار رقم ج. تمام كده يا شباب. طبعا كده احنا خلصنا الدرس وشرحنا عليه، خدنا اهم الاسئله اللي بتيجي فيه، وعرفنا يعني ايه زاويتين متجاورتين، ويعني ايه زاويتين متتمتان وزاويتين متكاملتان. الحاجات دي مهمه جدا جدا، وان شاء الله هتفضل معاك لسنه تانية وتالتة اعدادي ان شاء الله رب العالمين. لو عندك اي كتاب خارجي هتلاقي فيه اسئله كتير، حل عليها. ولو في اي سؤال يقف معاك ابعتولي في التعليقات ان شاء الله وهجاوبك عليه. لو انت عجبك الفيديو اعمل لايك، ولو مش مشترك في القناه اشترك في القناه وفعل زر الجرس. وان شاء الله نتقابل في دروس جديده ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.